قبل ما ادخل في الاسبوع العاشر من الدوري الانجليزي لازم اتكلم شويه كده على اللعيبه الانجليز اللي بيلعبوا بره دوري انجلترا، لان الاول مره في القرن ال21 ثلاث لعيبه انجليز في ثلاث دوريات مختلفه اوروبيه كبيره يسجلوا في نفس اليوم. جوش ويلسون سجل في الدوري الفرنساوي لفريق ريم، هاري كين طبعا كالعاده بيسجل للبايرن في الدوري الالماني، واللاعب الثالث هو اللاعب اللي بصراحة لازم نقعد معاه شوية كده ونتكلم عنه حبتين. جود بيلينغهام من يوم ما راح ريال مدريد وهو بيثبت انه بجد لاعب مش طبيعي، وانه غالبا مش بس احسن صفقة حصلت في الموسم اللي فات ده، ولكن ممكن يبقى من احسن الصفقات اللي اتعملت في تاريخ الكورة. بيلينغهام هو عنده 20 سنة بس، في اول كلاسيكو له كان شكله لعب مثلا بتاع 30 كلاسيكو قبل كده. مش بس جاب جون التعادل للريال بقذيفة مش طبيعية، ولكن كالعادة برضو بيسجل جون الفوز في الوقت بدل الضايع. كلكم متهيألي دلوقتي شفتوا المقارنة اللي معمولة بين بيلينغهام ورونالدو، ان الاتنين مع الريال في اول 13 ماتش ليهم مسجلين 13 جون، لكن رونالدو في اول كلاسيكو له ما جابش ولا جون، بيلينغهام جاب 2. لكن الرقم بقى اللي غريب جدا والرقم اللي بجد مش عارف استوعبه ازاي، ان زين الدين زيدان في تاريخه كله في ال 18 موسم اللي لعبهم عمره ولا مرة ما عدى 10 اجوان في الموسم، وال10 اجوان دي عملها مره واحده بس في موسم 92 93. بيلينغهام عداه في اول 3 شهور من الموسم. تقول لي بس زيدان كان لاعب وسط وبيعمل حاجات كتير غير انه يسجل. والله المفروض ان بيلينغهام برضو كده، ولكن بيسجل بالهبل. بصراحه هالاند ومبابي احسن 2 هدافين في العالم، ولكن بيلينغهام شكله لو كمل على كده هيبقى لاعب من اللعيبه اللي من كوكب تاني، لعيبه كده زي ميسي ورونالدو. كل ده ولسه عنده 20 سنه بس. نروح بقى لدوري انجلترا، وطبعا لازم ابدا بديربي مانشستر، الماتش اللي السيتي كسبه 3-0. ولكن قبل ما اتكلم عن الماتش وبالذات يونايتد، لازم كالعاده في الماتشات الكبيره في دوري انجلترا نتكلم عن التحكيم. ضربه الجزاء اللي اتحسبت لمانشستر سيتي في الماتش ده، ودي اول مره سيتي يتحسب له ضربه جزاء في الاولد ترافورد من 31 سنه، صراحه حاجه عجيبه جدا. ولكن ضربة الجزاء دي ضربة جزاء صحيحة، ولكن عمرها ما بتتحسب، لان من الاخر كده لو الكور دي بتتحسب هيبقى عندنا 3 4 ضربات جزاء مستريح في كل ماتش. وعشان كده الحكم اللي في الملعب ما حسبهاش، ولكن الحكم اللي في الفار مايكل أوليفر هو اللي حسبها. أوليفر ده اللي اتكلمت عنه قبل كده، اللي بيروح يحكم ماتشات في الدوري الاماراتي، وأوليفر ده اللي حسب جون اوفسايد تماما لمانشستر سيتي قدام فولم، واوليفر ده برضو اللي مرضيش يطرد كوفيتش طرد صريح جدا في ماتشهم قدام ارسنال. فساد ولا فشل؟ نتكلم بقى شويه عن مانشستر يونايتد، لان بجد انا ما اعرفش اريك تن هاج ده عايز ايه من الفريق بتاعه. يعني قلنا في اول الموسم ان مانشستر يونايتد خطته خطه فرق صغيره شويه، ولكن خطته انه يلعب على الهجمات المرتده، حتى دي ما بيعرفوش يعملوها دلوقتي. اختياراته في التشكيل غريبه جدا، وما حدش يقول لي بقى اصابات، لان فاران مثلا طالما كان موجود في الاحتياطي يبقى جاهز يلعب، اكيد تبدا بيه احسن من ايفنز ولا ماجواير. وفي حاجات كتير جدا في طريقه لعب مانشستر يونايتد بصراحه ملهاش تفسير. يعني لو سالت اي حد حتى لو ما بيفهمش في الكوره بس بيتفرج عليها كده خفيف، وقلت له مين اهم لاعب في مانشستر سيتي يتمسك جوه منطقه جزاء، تهيألي كل الناس هتقول ايرلينج هالاند. مانشستر يونايتد في الماتش ده كذا مرة مدافعينهم بيمسكوا كل لعيبة سيتي ويسيبوا هالاند لوحده، وده بان جدا في الجون التاني اللي جابه هالاند. الموضوع ده لو حصل مرة اقول لك غلطة او سوء تركيز، ولكن اتكرر كتير جدا طول الماتش، ولولا اندري اونانا كان هالاند ده جايب له بتاع 5 6 جوان. في رأيي دي كانت خطة من تن هاج، خطة فاشلة ولكن خطه. ولعيبه الفريق فعلا شكلها مش عارفه المدير الفني عايز منهم ايه. طول انتوا في دوري الابطال قدام كوبنهاجن لما فلتوا من التعادل باعجوبه. مانشستر يونايتد في الدوري الموسم ده لعب 10 ماتشات، كسب 5 وخسر 5، وده اكتر عدد خسائر للفريق من موسم 86 87. يونايتد لحد دلوقتي في الموسم ده مسجلين 11 جون بس، ده نفس عدد الاجوان اللي ايرلينج هالاند لوحده جايبها. ايرلينج هالاند اللي في 3 ماتشات بس قدام يونايتد بقى خامس اكتر لاعب يسجل او يصنع في تاريخ مواجهات الفرقتين دول قدام بعض بعد 3 ماتشات بس. وحش. نروح لارسنال بقى اللي كسب شيفيلد يونايتد 5-0، وبالفوز ده يبقى ارسنال بقاله 13 سنه ما بيخسرش من الفرق اللي صاعده جديد للدوري. لعب قدام الفرق دي 37 ماتش، كسب 32 وتعادل 5. ادي انكاتيا جاب لارسنال اول هاتريك له في دوري انجلترا. المضحك بقى جدا ان الجون الاول اللي جابه جه عن طريق اسيست من داكلان رايس،
ادي انكاتيا وداكلين رايس كانوا الاثنين مع بعض في ناشئين تشيلسي تحت سن 14 سنة، واكاديمية تشيلسي تخلت عنهم هما الاثنين في نفس اليوم. قصة نجاح. بعد الجولة دي بقى لأول مرة في تاريخ البريمير ليج يبقى فيه 3 فرق معاهم 24 نقطة وأكتر بعد 10 ماتشات. 3 دول طبعا توتنهام، أرسنال وسيتي. ده ممكن جدا يكون معناه إن هيبقى فيه منافسة رهيبة على الدوري، ولكن في رأيي الموضوع ده بسبب حاجة تانية خالص كنت اتكلمت فيها، وهي إن ال3 فرق اللي صعدوا جديد للدوري الموسم ده من أسوأ 3 فرق عمري شفتهم في الدوري، وعشان كده بقى على غير العادة في ماتشات كتير سهلة. وهزود على الفرق السيئة دي مانشستر يونايتد اللي خسر من ال3 فرق اللي في أول الدوري. المهم يعني خلينا نشوف لإمتى توتنهام هيفضل أول الدوري، وأشوفكم الحلقة الجاية.